والله هو ملوش لا سن ولا شكل ولا اي حاجه، فممكن اي واحده في اي سن في اي طبقه اجتماعيه تكون اتحرشت براجل في اي سن في اي طبقه اجتماعيه في اي وضعيه هو فيها. طيب، كنا بنتكلم قبل الحلقة على إن آه، إنك لما جيت في موقف زي ده ورحت مزعق، الناس كلها شافتك أنت الغلطان. احكي لنا كده الموقف. اكيد. هو انا كنت رايح لخالتي. كويس. تمام. آه من منطقه لمنطقه تانية، فطبعا بركب مواصلات. تمام. تمام. فركبت المواصلات، انا كان معايا شنطه لان انا كنت رايح ابات عندها يومين ثلاثه. تمام. آه فانا طبعا حاطط الشنطه على رجلي. تمام. فطبعا هي اضطريت ان انا اقعد جنب. المفروض انها بقى ان انا قعدت جنب ست انا شايف ان هي غالبا قد والدتي، تكاد تكون اكبر تكاد تكون اصغر، انا ما اعرفش. يعني جيل تاني. جيل تاني. تمام. والكلام ده وانا عندي تقريبا 19 سنه. مم. تمام. فانا طبعا انا جديد في المجتمع في هنا كنت المجتمع لسه هنا. جاي من بره انا مصر. كنت لسه جاي من بره مصر، مم. فطبعا جديد في المجتمع هنا، فانا طبعا متعود ان المواصلات العامه كانت بره، كانت اللي هو خلاص كل كرسي كان بيبقى سيبريت، فانا مش متعود ان انا ابقى قاعد جنب حد لازق فيه. اه. مم. تمام. او مثلا مش ضيق زي ميكروباصاتنا كده يعني. بالظبط. تمام. آه فخلاص انا باجي اقعد جنب حد او كده، بكون معتمد ان انا قاعد مرتاح جنب الشخص اللي انا هقعد جنبه ده. باي سكاننج، بس ان انا عملت له سكان كده، فانا شايف ان هو خلاص انا هبقى حاسس ان انا هبقى مرتاح انا قاعد. تمام. فانا خلاص شايف ان هي ست من جيل تاني زي ما حضرتك قلتي. فيعني فخلاص في شيء من الأمان كمان. في شيء من الامان طبعا. بالظبط كده. فانا قعدت وخلاص ولابس سماعه في ودن من وداني. مم. ففجاه بدات احس بان في ايد من جايه لي من تحت الشنطه. تمام. بتحاول تلمسني. مم. فانا في الاول خدت رد فعل هادي جدا من غير ما ابص لها. قمت جاي شلت ايديها كده. تمام. كويس. وبعدت عني. مم. المرة التانية أنا ما شلت ايديا، عملت صوت ببقي اللي هو مش ما ينفعش كده يعني. أو تنفيه. تمام. واللي هو بصيت لها بصة اللي هو خلاص يعني تمام. خلاص. فلغاية لما بعد كده في 3 مرات تقريبا قال خلاص، قلت اللي هو خلاص أنا ما اتكلمت وقلت إن أنا خلاص أنا مش مرتاح. يعني انت رحت معلش صوتك في الميكروباص وقلت انا بالظبط مش مرتاح. أنا مش مرتاح كده. طبعا البديهي جدا الموضوع اترمى عليا. اه الناس كلها. اه الناس أول حاجة هي اتكلمت عليا راحت قالت هو بيتحرش بيا. ان هو انا ما جيتش جنبك، انت هتستعبط، هو انت اصلا اللي تيجي ترمي بلاك عليا؟ هو ايه شغل ضربني وبكى سبقني واشتكى و... وانت طبعا جاي من بره مش واخد فانا طبعا على انا ببص لها انت جاي طبعا مش واخد على كل انا دي. ببص لها طبعا اللي هو ايه ده، انت بتعملي ايه ايه؟ إيه ده. فاللي هو وبعد كده لقيت الناس بقى اللي هو بدأوا يتكلموا اللي هو اتقي الله، وانت هترمي بلاك على الست. فانا ببص للناس اللي هو مش عارف ترد. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ازاي؟ وبعدين ما سكت القصه كده وفضلتوا في سكتت الاتوبيس بقى القصة. في فاللي هو خلاص العربيه. وبتاع، والعربية أصلا كان ساعتها وقت الشد ده العربية وقفت على جنب أساسا. كويس. تمام. واللي هو خلاص أصلا كمل. يا جماعه حصل خير ونكمل. تمام. تمام. فكمل كمل خلاص عشان معلش مستعجلين بقى على الناس اللي مستعجلة على شغلها وكده. طيب. فنكمل. امم. فجأة في نص السكة أنا خلاص أنا قعدت بقى عرفت إن كويس. خلاص هي ظبطت ريد روحها. زون. اه. تمام. فأنا اللي هو خلاص أنا مم. طيب. بعدت عنها. اه. تمام. وخدت شنطتي جنبي، وبالعكس كمان أنا كمان حط شنطة ناحيتها كمان، هو يبقى فيه بينك وبينها بالظبط حاجز يعني. تمام. مم. فجأة في نص كلام جاي شفت دلوقتي مين اللي بيتلق فيا؟ هي ها؟ بتتبلى عليك. تتبلى عليا علشان تبعد عن نفسها التهم خالص. عملت لي كده. وبعدين هي حرفيا عملت لي كده. فطبعا الناس بقى هي جت، فانا خلاص انا اصلا اوريدي كنت وصلت للمكان سبحان الله يعني.
فاللي هو قمت انا جاي، طبعا انا اتخنقت، فطبعا انا نزلت وقمت جاي فاتح وطبعا الباب. الناس اكيد كلها. الناس كلها بقى شايفه ان انا اللي مش متربي في القصه. ده كويس انك ما انضربتش ولا حصل لك مشكله ولا. ده كده كده